هذا المشرك من القرآن، هذا ينطق يوم القيامة بيني وبينهم، وأقسم بالله العلي العظيم ومن أنزل المطر من السماء ومن خلق الليل ومن خلق النهار إنه يعمل أعمال لا يعملها لا سحرة ولا شياطين. كذاب مشرك مزور نصاب عياب. الحين أنا جالس بدعي وهو بيجي جسمي كامل بمهوى مصلح للشبكات يمسح، ما عاد درى من يصلحني، ما عاد درى من يصلح أخوه أحمد محمد وعياله وذريته، ما عاد درى من يصلح نفسه، ما عاد درى. فهم مشركين شرك بالله تام، كفرة عيب. والقرآن هذا ينطق حتى يجامس الله شاهد من فوق سبع سماء. بس لازم أفضحهم حتى يفكر إني لا طبعته ولا طبعت ابنه، إنه بيطرح ذا هنا وبيعيد. أنا شهيد والقرآن هذا شاهد. الله يتقبلني ذنوبي، العالم بهالله. بس هذا لا مشركين يكتبون الملك على الحقيقة ويقلطوا الناس على الحقيقة ويقلطوا السفارات على الحقيقة ويمسحوا أي حاجة من قبل ما يقع في جسمي هواء حتى بعد الحساب، أو يجيني منه خير ولا شر. من يوم ما في جسمي هو في الملك حتى بعد الحساب، أو يمسحوا أي حاجة من قبل ما يقع في جسمي هو في الملك حتى بعد الحساب. المشرك بالله ظالم محمد العزاني وعياله ومرته وذريته وأخوه السارق المشرك أحمد محمد العزاني وعياله ومرته وذريته، مهما عملوا مهما سووا لو تنهار السماء مع الأرض ما سامح، بغدرهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا بس لكي يطمئن قلبي. والله رب السماوات ورب الأرض ومن أنزل المطر وهذا القرآن ينطق إنهم مشركين وكفروا إلى جهنم. بس عشان يطمئن قلبي سمع بنا محارشة مآذى يحارش بين يعني قلب جسمي. وأقسم بالله لو هو جسمي ماكينة ما يفعل بها هكذا. استغل طيبتنا وأصالتنا ومعدننا الطيب. يشوف بأسرة الشيخ عبد الله محمد أحمد عبد النبي سالم العزاني، يبا يحارش بين هذا ومرته، يبا يتكم هذا مع هذا، أمور معروفة. طبعا يستهزئ وكل يوم يغالط له الرسائل والفيديوهات ومن جسمي، ويعني لو ما توصل ماشي يطلع. أنا شهيد. غلب لا يفهم. وللمرة التريليون مشركين كفره وإلى جهنم يحضروا لي موت أو عزاء أو يصلوا عليه أو يقولوا الله يرحمه أو يتدخلوا في ديني، لأنه دائما من جسمي يمكن يذم حديث، أو يقولوا الله يرحمه أو يسووني أي مخلوق أو يزوروا أو يصلحوني المرحوم أحمد صالح السباحي الذي موتوه، أو فيصل العودلي، أو يشتغلوا أيامي أو أيامي أو ساعاتي أو ثواني أو أيام حياتي، دنيا ودين وآخرة حتى بعد الحساب. هيشهد السماوات والأرض